عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش بسجل النهاردة وأنا واقف في الشمس كده. الجو جديد أصلا النهاردة والشمس عالية شوية. طب مش هطول عليكم، في مسألة فقهية حابين نتكلم فيها، ألا وهي مسألة الطلاق المنجز والطلاق المعلق والطلاق المضاف. طيب هي في حاجة اسمها طلاق مضاف وطلاق معلق. الطلاق المعلق الناس كتير بتعمله كل يوم، اللي هو على الطلاق، ما انت رايح عند ابوكي تبقى طالق، لو رحت عند ابوكي لو خرجت من البيت تبقى طالق، لو كلت عندي مش عارف مين تبقى طالق، لو فتحت تليفوني تبقى طالق. ده اسمه الطلاق المعلق، ده الناس كلها كل يوم بتعمله وليه حكمه هنذكره الفيديو اللي جاي. طيب الطلاق المنجز، الطلاق المنجز هو الطلاق الصريح، هو الخالي من الإضافة أو التعليق، اللي هو بقى خلاف النوعين التانيين اللي احنا لسه قايلينهم. اللي هو واحد بيقول لمراته انت طالق، ده وقع صريح، اسمه الطلاق المنجز او الطلاق المنجز. ليه؟ لان هو خلاص وقع على، يعني في الفور، ما فيهوش تعليق ولا فيه اي حاجه. واحد كاتب لمراته على الواتساب انت طالق، الو في التليفون الو انت طالق، ده اسمه المنجز، ده يقع قولا واحدا وما فيهوش مشكله. لكن اللي فيهم خلاف بقى وتفصيلات كتيره هو المضاف وهو المعلق. هنتكلم في المضاف اليوم. يعني ايه الطلاق المضاف؟ هو الطلاق المعلق او المضاف على وقت. هو في حاجه اسمها طلاق مضاف على وقت يا شيخنا؟ ايوه، وهي دي المساله اللي فيها ثلاث اقوال. القول الاول هو قول الشافعي وابو اسحاق، أو طبعا اسحاق بن راهويه يعني، وقول طبعا ابو عبيد، وقول الامام احمد والشافعي رحمه الله تعالى. قالوا ان الطلاق ينعقد ولكن لا يقع الا عند حلول الاجل. يعني ايه؟ واحد قال لمراته انت طالق من اول الشهر. يعني احنا مثلا في شهر يناير، النهارده مثلا النهارده 25، واخد بالك انت 25، ها؟ انت طالق من يوم 1 فبراير. فالقول ده يجي يقول لك الطلاق ينعقد، ما ينفعش يرجع فيه، ويقع عند يوم 1 فبراير اللي هو اللي جاي ده. القول الثاني قول الامام مالك وقول الامام الليثي ده كان في مصر، والامام مالك كان في المدينه. وخد بالك الامام الليثي كان افقه وكان اعلم من الامام مالك، ولكن سبحان الله تلاميذه ما جمعوش العلم بتاعه، فللاسف لم نسمع عنه شيء. قال لك ان الطلاق يقع في الحال، حتى ولو قال لها انت طالق على، حتى لو كان طلاق مضاف. القول الثالث بقى قول ابن حزم، قال لهم هو لا طلاق، ولا يقع طلاق في الحال، ولا يقع طلاق في الاستقبال. واصلا اللي بيعمل الفعله دي اللي هو الطلاق المضاف على وقت، ده راجل ظالم وراجل متعدي لحدود الله. قالوا له ليه يا ابن حزم؟ قال لهم لانه لم يرد في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام احد من الصحابه اصلا ان الطلاق ده بيقع بهذه الطريقه. قال لهم أوليس الله عز وجل قد بين لنا طلاق المرأة المدخول بها؟ قالوا بلى. وقد بين لنا طلاق المرأة غير المدخول بها؟ قالوا بلى. قالوا، هو بقى بيرد بيقول لهم فلما بين الله عز وجل لنا هذا وذاك، ذكر بعد ذلك قائلا وتلك حدود الله لا تعتدوها ولا تقربوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هو ده كلام ابن حزم، وده الراجح وده الصواب يا اخوانا، ان مفيش حاجه اسمها طلاق مضاف. ان واحد انت شهر جاي هتبقي طالق، انت انا خلاص انا هطلقك يوم شهر واحد، يا عم مفيش حاجه اسمها الكلام ده. الطلاق اما يقع منجز او اللي هو المعلق على شرط، هنعرف حكمه في الفيديو القادم. حتى اخر حاجه قال لهم ابن حزم حاجه اخيره، هو الست دي قبل ما يقول لها اللفظ ده مراته ولا مش مراته؟ قالوا له مراته. قال لهم ده يقين. قال لهم ده ايه؟ ده يقين. طب ان هو في نيته او قال لها انا هطلقك من اول الشهر، ده شك ولا يقين؟ قالوا له ده شك لسه لم يقع. قال لهم خلاص، واليقين لا يزال بالشك وانما يزال بيقين مثله. علمتم؟ بس كده خلصنا. ان شاء الله بالليل او ان شاء الله تعالى غدا ان شاء الله تعالى هنكمل حكم طلاق المعلق. عليه الطلاق ما انت رايح عند ابوكي، لو خرجت تبقى طالق، لو فتحت تليفوني تبقى طالق، الكلام ده كله هنعرفه ان شاء الله بكره بمشيئة الله. وما تنسوش بالليل اللايف الساعة 9 او 9 ونص بتوقيت الامارات، 7 7 ونص بتوقيت مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.